النهارده فيديو جديد وحلقة جديدة، وهنتكلم عن أزمة تجديد عقد اللاعب صلاح محسن مع النادي الأهلي. النهارده هنتكلم عن الأزمة اللي مالية الأخبار الفترة اللي فاتت بتاعة اللعيب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المقادم من إنبي ب40 مليون في صفقة بيع 5 سنوات. قرر النادي الأهلي في الانتقالات دي إن هو يطلع اللاعب صلاح محسن إعارة بعد ما قضى سنتين في النادي الأهلي لمدة سنة ونص. لكن بتفاجئ الجميع إن اللاعب صلاح محسن بيرفض وبيقرر إن هو يا إما يفضل في النادي الأهلي يا إما هيفسخ عقده مع النادي الأهلي بالتراضي، وبيرفض خالص فكرة الإعارة. طبعا النادي الأهلي بيغضب من قرار اللاعب صلاح محسن، لأن المفروض إن رأيه في الأول وفي الآخر يكون للإدارة مش لحد تاني. لكن بيفاجئ الجميع اللاعب صلاح محسن وبيطلع بتصريح إن هو يا إما يفضل في النادي الأهلي يا إما النادي الأهلي يفسخ التعاقد معه بالتراضي. فبيقرر النادي الأهلي إن هو هيبقى على اللاعب صلاح محسن وهيقعد في النادي الأهلي ال3 مواسم اللي فاضلين. الأزمة دي هتنتهي على إيه لسه محدش يعرف، لكن القرار النهائي اللي وصل فيه النادي الأهلي هو إن هو يبقي على اللاعب صلاح محسن ال3 سنوات اللي فاضلين، ومش هيطلعوا إعارة الفترة الجاية. طبعا النادي الأهلي مش في مصلحته خالص إن هو يفسخ العقد مع اللاعب بالتراضي، لأن النادي الأهلي مش هيجيب 40 مليون، فالنادي الأهلي دافع فيه مبلغ كبير جدا ومبلغ مش سهل. يعني بلغة الكورة كده النادي الأهلي لسه ما استنفعش بحق اللاعب صلاح محسن، عشان كده كان شايف إن هو هيطلع اللاعب إعارة لمدة سنة ونص ويرجع مرة تانية للنادي الأهلي. لكن بتفاجئ الجميع إن اللاعب صلاح محسن بيرفض ده بتاتا زي ما قلنا، وبيقرر إن هو يا يفسخ التعاقد مع النادي بالتراضي ودي حاجة ترجع للنادي، يا إما يكمل ال3 سنين اللي فاضلين في النادي الأهلي ويستمر بتيشيرت النادي الأهلي. وده اللي قاله اللاعب صلاح محسن وده اللي صرح بيه. يا ترى النادي الأهلي هيبقى إيه قراراته الفترة الجاية؟ كلنا طبعا ما نعرفش حاجة في علم الغيب، لكن أول ما يبقى فيه كلام رسمي زي ما متعودين هعمل حلقة عنه وهتكلم. لكن الفترة الجاية اللي هيحصل مش عارفين. المهم إن النادي الأهلي قرر إن هو هيبقى على اللاعب صلاح محسن ال3 سنين اللي فاضلين. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.